مش جايه النهارده الومك ولا عاتبك ولا اقولك انتي ليه بتعملي كده ولا اقولك انتي لا ما ينفعش تعملي كده ولا الكلام ده كله. انا بس جايه احكي لك عن موضوع مهم جدا جدا جدا، ولازم تركزي فيه قوي بصراحه، يعني لان خلاص الوقت بيخلص، العمر ايه، خلاص بقى ركزي معايا. الخوف، بصي، الخوف من البدايات ده طبيعي جدا، طبيعي جدا. اما اللي مش طبيعي انك اصلا خايفة وانتي ما خدتيش اي خطوة في حياتك. انتي خايفة وانتي ما جربتيش. فالخوف قبل التجربة، بجد الخوف قبل اصلا ما انتي تجربي وقبل ما انتي تاخدي خطوة في حياتك وخايفة، يبقى انت كده ضعيفة، يبقى انت كده في حالة عجز تماما. حبيبتي، لما تحسي ان انت خايفة قولي لنفسك انا اصلا ما جربتش، انا اصلا ما خدتش الخطوة. هتيجي تقولي لي انا اصلا خايفة من اني اخد الخطوة. طيب اوكي، خليكي كده خايفة ان انت تاخدي الخطوة لحد ما حد تاني هو اللي يجي ياخد الخطوة بدالك. ومش هياخد الخطوة بس، هياخد حلمك وهياخد هدفك اللي انت فضلتي كتير قوي تحلمي فيه وبتحلمي بيه ان انت تحققيه، بس اللي موقفك ان انت تاخدي الخطوة او انك خايفة ان انت تاخدي الخطوة. كل الناس اللي نجحت، كل الناس اللي بدأت، كل الناس اللي مشت في طريق النجاح وحققت احلامها، كل الدنيا دي مرت بمرحلة الخوف. مرحلة الخوف زي ما قلتلك هي مرحلة طبيعية جدا جدا، بس اللي نجحهم مش ان هم خايفين ولا وقاعدين في البيت، اكيد لا، اكيد لا، مش ده اللي نجحهم خالص. اللي نجحهم ان هم صدوا الخوف، صدوه كده، اللي هو انت حاجة بالنسبة لي شفافة، فانا هعدي يعني هعدي، انا مكاني هناك، مش انت اللي هتوقفني، مش الخوف اللي هيوقفك، لا، اتخاذك للخطوة، اتخاذك للبداية دي قوة، انما انك اصلا مش قادرة تاخدي الخطوة ده ضعف. بصي، انا عايزاكي تصاحبي نفسك، تمام، تقولي لنفسك وتكلميها وتقولي لها ايه رأيك ناخد الخطوة بدل ما حد يجي ياخدها بدلنا؟ ايه رأيك نصد الخوف؟ ايه رأيك نواجه خوفنا من اننا نبدأ؟ صدقيني محدش هيتريق عليكي، ولو اتريقوا عليكي يبقى هما اللي دماغهم مش شغالة. ده انتي ما فيكيش حاجة غلط، انتي ما فيكيش حاجة غلط لو انتي قررتي تبدأي. اما لو فضلتي قاعدة مكانك، هما كده كده اصلا هيحتاجوكي قاعدة مكانك وقاعدة معاهم في نفس القعدة بالظبط، هما مش بيتحركوا فاوريدي بالتالي مش عايزينك تتحركي انت كمان. لا 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 لا, لا. الفكرة نفسها اصلا مزعجة، الفكرة نفسها مقرفة بجد، ان انتي تفضلي قاعدة ومستنية يا رب انا خايفة يا رب انا خايفة يا رب. لا، الخوف لحظي، الخوف لحظي هيعدي كده لو انت قررتي ان انت تصديه. قرار منك انت، قرار بيبتدي منك انت، تمام. ركزي، حاولي تفكري، جمعي افكارك، اعمل ايه علشان ابدأ، اكتبي في ورقة اعمل ايه علشان ابدأ. مشروع، محتاجة تنزلي تسألي على منتجاتك، محتاجة تنزلي تسألي على متطلباتك كلها. نفسك تشتغلي في شركة محترمة كويسة، محتاجة ان انتي تشوفي الشركة دي طالبة ايه، محتاجة ان انتي ايه الاوراق المطلوبة، ايه الشهادات المطلوبة، ايه الدنيا المطلوبة، وتنزلي تاخدي الخطوة وتعمليها. لو انتي ما خدتيش الخطوة غيرك هيجي ياخد الخطوة دي بدالك، وفي الاخر تندمي في وقت مينفعش فيه الندم خالص. هقولكوا على حاجة حصلت معايا. انا كنت زمان كان نفسي اعمل مشروع، بصراحة مش مشروع واحد يعني كان نفسي اعمل مشاريع كتير. فالمهم ولا واحد بدأت فيه، ولا واحد اصلا
فكرت اني اجيب منتجاته، ولا واحد فكرت اني ابتدي فيه بسبب ان انا بني ادمه خوافه. حرفيا بجد انا كنت بخاف من خيالي، مش الخوف اللي هو الرهبه، لا انا حرفيا كنت بخاف اروح لوحدي مكان، اخاف اروح اسال على مثلا حاجه خاصه بيا، لا لازم يا اخد اختي معايا، اختي اتجوزت خلاص ما عادش في حد معايا، اخد اخويا خلاص اخويا سافر ما عادش في حد معايا، خلاص انا اتحطيت قدام الامر الواقع اللي هو مفيش حد معايا، فانا خلاص لازم اسيطر على نفسي واسيطر على افكاري واعمل اللي انا عايزاه ولوحدي، ما ادورش على حد ان هو يعمل لي الحاجه اللي انا عايزه اعملها. لو فضلت ادور هضيع عمري واضيع وقتي واضيع صحتي ومجهودي، ومش هلاقي الشخص اللي يعمل لي الحاجه. مفيش حد فاضي ان هو يسيب حياته ويجي يعمل لك انت الحاجه، او يجي ياخد قرارك، ياخد القرار بدالك، الا لو بالفعل هو فاضي وما عندوش هدف فجاه يسرق هدفك انت وقرر ان هو ياخد الخطوه بدالك انت. فالمعادله هي ان الخوف قبل التجربه عجز. ومش عايزه اضحك عليكم، المقوله دي انا مش جايباها من دماغي، حرفيا انا لسه سامعه فيديو دلوقتي عن الموضوع ده، فحبيت ان انا اقوله. وكمان في واحده واحده صاحبتي اقترحت عليا ان انا احكي في الموضوع ده، فانا عايزه اقولك ان الخوف قبل التجربه عجز. لازم تجربي في الحاجه، جربي خدي التجربه حتى لو بسيطه، خدي زمام التجربه حتى لو بسيطه. خلاص انا كده خلصت الفيديو، انا ما كنتش حابه ان انا اطول الفيديو عليكم، بس هو موضوع مهم، فانا اتمنى ان انتوا تفضلوش قاعدين في مكانكم ومش مستنيين حد يجي يحقق لكم احلامكم خالص. تمام، ودي خلاص نهايه الفيديو، وبحبكم جدا ويا رب كلكم تكونوا سعداء وناجحين في حياتكم. طبعا لو وصلتي لنهايه الفيديو والفيديو عجبك متنسيش اللايك والسبسكرايب. باي.